اللي لازم نفهمه من البداية، العالم كله متفرج، لكن اللي ماسك اللعب على الأرض هي أمريكا. أمريكا هي اللي راحت لحد إيران، هي اللي بدأت الضرب، أمريكا هي اللي حددت المهلة، هي اللي أعلنت الهدنة، وفي الآخر يقولوا أمريكا اتورطت في الحرب. إيران كل اللي بتعمله إنها بتحاول تدافع عن نفسها، كل ضربة بتجيلها بتحاول تصمد تحمي نفسها، وما تعرفش تلعب السياسة الكبيرة اللي أمريكا بتعرفها. احنا قدام لعبة كبيرة جدا، لعبة السيطرة، مش لعبة نزاع على الأرض بس. أمريكا بتحرك القطع كلها، بتحرك الصحافة، بتحرك التحالفات، بتحرك كل حاجة، وهي اللي بتختار الوقت اللي تعلن فيه الحرب أو تعلن فيه الهدنة. كل هدنة حصلت، كل مهلة، كل تصريحات السلام مجرد ورقة في ايديها، مش في ايد اي حد تاني. الحقيقة امريكا على الارض هي المسيطرة، وكل خطوة محسوبة. واحنا بنتكلم عن هدنة دلوقتي لازم نفهم الهدنة دي، هل هي هدنة بوساطة باكستان ولا مجرد فخ؟ كل خطوة سياسية، كل تصريح، كل مهلة ممكن تكون خدعة كبيرة. إيران بتحاول تدافع لكنها مجبرة، كل ضربة بتجيلها بتكون رد فعل مش بداية هجوم. أمريكا هي اللي بتقرر مين يتأذى ومين يعيش، ومين يشتري الوقت ومين يخسره. وهنا نقطة مهمة، كل مرة أمريكا بتدي مهلة لازم نسأل نفسنا، المهلة ديت ليه؟ هل ده احترام للهدنة؟ لا طبعا، ده تحريك للورقة الصحيحة على الطاولة الكبيرة، فرصة لترتيب الحسابات، فرصة لإعادة التموضع. يبقى لازم نفهم إن كل خطوة محسوبة بدقة. إيران مش بتقدر تتحرك بنفس القوة لأنها مضطرة للدفاع بس، كل ضربة بتجيلها، كل هجوم مضاد، بس محاولة تحمي نفسها وتفضل واقفة على الأرض. اللي محدش بيقوله، لما أمريكا بتعمل هدنة هي بتظبط قواعد اللعبة، هي بتحدد مين يضرب وإمتى وفين، وأي تصريحات هتنزل على الإعلام العالمي. أمريكا المسيطرة، أمريكا اللي بتفرض السلام أو الحرب حسب مصالحها. وإيران مش بتكرر، مش بتختار، هي بس بتستجيب. كل تصريح سلام، كل اتفاقية هدنة مجرد مسرحية قدام الكاميرات، واللي بيتفرج على المسرحية بيصدق ان امريكا اتورطت. الحقيقة عكس كده. وبعدين لما تيجي تفكر في الناس العادية، الشعب اللي عايش في قلب الأحداث، كل هدنة أو ضربة أو مهلة بتأثر عليهم مباشرة. الأمن، الاقتصاد، الحياة اليومية، كلها تحت رحمة اللعبة الكبيرة. إيران بتحاول تدافع عن نفسها لكنها دايما في موقف دفاعي، وأي خطوة غلط ممكن تخلي الضربة الأمريكية تيجي أشد. وعشان تعرف تقرأ الواقع صح لازم تفهم إن الهدنة مش دايما سلام، مش دايما فرصة. أحيانا الهدنة مجرد خدعة، تحرك استراتيجي، فخ كبير، وكل مرة أمريكا تبين إنها بتمنح هدنة. إحنا لازم نشوف مين المستفيد الحقيقي، مين اللي مستريح، ومين اللي مضطر يتحرك. في النهاية، سؤال النهاردة لكل اللي بيتابع، هل الهدنة اللي بتحصل دلوقتي فرصة حقيقية لإيران والدول المعنية، ولا مجرد حركة على رقعة شطرنج كبيرة أمريكا مسيطرة فيها على كل القطع؟ احنا لازم نفكر بعقلنا، نقرأ الأحداث مش بالكلام الرسمي، نركز على مين المسيطر فعليا ومين اللي مجبر يتحرك دفاعا عن نفسه. السؤال الأخير، هل إيران تقدر تعمل هدنة؟ هل تقدر تلغي الهدنة؟ هل تقدر تقوم بعمل ضربة استباقية؟ هل تقدر تبعت أسطولها للشواطئ الأمريكية؟ هل تقدر تحاصر إسرائيل؟ أفتكر إن الإجابة كلنا عارفينها. مش عايز أطول عليكم، كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.